لقيت شغل بعد أسبوع واحد في الإمارات، مش عشان أنا رهيب، بس كان في خطة. السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. هقول لكم إزاي لقيت شغل بعد أسبوع واحد في الإمارات بطريقة سهلة. عدل الانترو وأقول لك تعمل إيه. حبايب قلبي، رجعت لكم تاني النهارده. هقول لكم ازاي لقيت شغل في الامارات بعد اسبوع واحد بس بطريقه سهله. بالنسبه لي انا الموضوع من مصر، انت بقى بلدك إيه، اليمن، السعوديه، العراق، لبنان، ايا كانت الطبق اللي هقول لك عليه دوت بالحرف. حط بقى انت التاتش بتاعك، زود عليه، اعمل اللي انت عايزه، بس انا هقول لك انا عملت ايه عشان خاطر اجي هنا الاقي شغل بسرعه واوفر مصاريف، وفي نفس الوقت اوفر عدد الايام اللي انا هقعدها هنا، علشان خاطر كل يوم بيعدي عليك بيعد من الفيزا بتاعتك. انت جاي بفيزا سياحه 60 يوم مثلا، شهرين، اعتقد الثلاث شهور اتلغت من بدري. فانت كل يوم قاعد بقى ماسك، حاطط ايدك على قلبك وبتقول انا عديت يوم، عديت اتنين، الفيزا هتنتهي، الكلام دوت. فاسمع مني اهو، انا عملت ايه واعمل زيي. حط انت التاتش بتاعك او فكر اعملها بالطريقه بتاعتك. بالنسبه اول ما تيجي هنا هتلاقي نفسك محتاج داتا. الداتا ديت اللي هي عباره عن ايه؟ معلومات عن ايه؟ عن الشركه اللي انت هتشتغل فيها. يعني انت جاي موضوعك مبهم، حياتك بقى انت مش عارف هتشتغل فين ولا هتعمل ايه، بس لازم تحط خطة من مصر او من بلدك اللي انت جاي عليها. انا جاي الامارات هشتغل في شركة كذا، خلينا ندخل في مجال معين. انا بشتغل في مجال السياحة، بالاخص الفنادق، مش الارشاد السياحي. الارشاد السياحي ده دي قصة تانية خالص. فالنهاردة هنتكلم ازاي تلاقي شغل في الفنادق. قسم ايه بقى؟ اي قسم. يعني هندخل بقى الفنادق، فرونت اوفيس، المكاتب الاماميه، سواء استقبال او جيست ريليشن، العلاقات العامه، او الكونسيرج اللي هو البيل كابتن، او بالعربي اللي هو مش عارف الدورمان ولا ايه، اللي هو الجماعه اللي بيشيلوا الشنط. آم، ايه تاني؟ نسيت اقسام الفرونت اوفيس. الاوبريتور اللي هو آه، التليفونات، قسم التليفونات. طبعا في اقسام تانية كتير، ريزرفيشن، الفود اند بافرج، الاغذيه والمشروبات، اللاندري، الهاوس كيبنج، الاشراف الداخلي، ريكليشن اللي هم الناس اللي بيشتغلوا على البول بتوع النشاط الرياضي، واللايف جارد. في اقسام تانية كتير مش عايزين ندخل تفاصيل دلوقتي ونضيع وقت الفيديو، بس انا هقول لك على معلومات قيمه جدا، فيا ريت تكمل الفيديو للاخر وما تضيعش حاجه. بالنسبه للفنادق فيها نوعين، هقول لك الكلام بطريقه سهله وباللغه العربيه. الفنادق منها نوعين: شركات تحتها براندات كتير، مثلا شركة أكور تحتها سوفوتيل، نوفوتيل، ريكسوس، وهكذا. شركة روتانا تحتها روتانا، ريزيدنس، ايدج، أرجان، وهكذا، 6 براندات. في بقى فنادق بيبقى فندق وحيد، يعني مثلا فندق اسمه جولدن ساندز. مفيش حاجة جاية على بالي دلوقتي، بس هتلاقي فنادق فندق واحد لوحده. الفندق اللي واحد لوحده دوت ممكن تروح للفندق وتديهم السي في بتاعك، هياخدوا منك مفيش مشكلة، او ممكن تطلب ايميل الاتش ار. بالنسبة للفنادق اللي تبع الشركات، الانتركونتيننتال وريكسوس، اكور، فنادق اكور، ده هتروح تقدم، هياخد منك برضو السي في وهيقول لك شكرا، وهتطلع هيقوم رميه سوري في الجاربش. يعني انت دلوقتي فاكر ان انت عديت على 100 فندق قدمت فيهم، وانت ما قدمتش على ولا فندق، فالموضوع معدي منك كده، وانت فاكر ان انت عملت مجهود وقدمت على شغل، وانت في الحقيقة ان انت ما عملتش اي حاجة. فرقم واحد، انت محتاج تجمع داتا، تعرف الشركات او تعرف الفنادق اللي تحت شركات، وتجيب الويب سايت بتاعها، ولو قدرت توصل لايميل اتش ار او ايميل الشؤون العاملين بمعنى اصح. حط بقى، اطلع من مصر معاك مثلا 6 شركات. جوميرا، انت عارف الويب سايت بتاعها ايه، عملت عليها ابليكيشن. بالنسبة للفنادق، سوري، بالنسبة للشركات الكبيرة اللي هي مثلا زي جوميرا، زي اكور، زي كده، الابليكيشن بياخد وقت. فانت ادخل شوف الابليكيشن دوت محتاج منك ايه بالظبط، جمعهم وهاتهم معاك على اللابتوب بتاعك. بكررها، ما تجيش بالتليفون وقول اقدم بالتليفون. لو مش معاك لابتوب مش صعب معاك عليك الموضوع، بس انا واحد من الناس كان مثلا عندي الفرصة ان انا اجيب لابتوب من مصر واخده معايا، وانا قلت
لا ده الشنط مش عارف ايه، شغل الكسل دوت ما تعملوش. عندك لابتوب هاته معاك، علشان خاطر الشركات مثلا شركة زي جوميرا، طبعا تحتها فنادق كتير منهم برج العرب، يعني الواحد مش عارف يقول الشركة دي فين، دي توب 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 هوسبيتاليتي، يعني حاجة عالية جدا. فعشان خاطر تقدم على حاجة زي كده هتلاقيه بيقولك حط الكفر ليتر، حط السي في، حط الخبرات بتاعتك. انت لو رفعت السي في بتاعك على الشركة ديت، على موقع الشركة ديت، وحاولت تعمل سبميت للابلكيشن، هيعمل معاك ويعدي عادي جدا، وتعمل اسكيب او تتخطى المراحل ديت. بس الراجل اللي هو قاعد او الاستاذه اللي قاعده تشوف السي في بتاعك شافت ان انت اصلا راجل كسلان ومعدي بقى في السي في بتاعك كده، حاطط السي في بتاعك في الابلكيشن وخلاص. لا، املى بقى الحاجات المطلوبه منك ديت مانوال، شغل يعني سوري، دبليكيتد، يعني مثلا حاجه متكرره، ان انت مثلا حطيت السي في بتاعك والاكسبيرينس، مهاراتك او خبراتك موجوده في السي في، وهم عايزينك تحطها تاني. يعني اللوجيك مفيش، بس هم حاطينها لسبب، هم عايزين يشوفوا انت قادر ان انت تدي من وقتك وتدي من مجهودك عشان تشتغل في الشركه ديت. انت تستاهل ان انت تشتغل في الشركه دي وتديها من وقتك. فانت وصل لهم الفكره ديت بان انت تعمل ابلكيشن بطريقه محترفه، وبالذات الكفر ليتر. هتلاقي مثلا عندك مكان ان انت لازم تحط، مش لازم تحط، عندك الاوبشن او عندك الاختيار ان انت تحط كفر ليتر للابلكيشن بتاعك، حط كفر ليتر. احنا كده اتكلمنا ازاي هنعمل ابلكيشن او هنملى الابلكيشن بتاعنا على مواقع الشركات او الشركات الكبيره اللي هي بتحتاج تقدم لها اونلاين، بالاخص اونلاين هو معظم الشغل كده. رقم 2، هنرجع بقى وانت في مصر وانت في بيتكو لسه، قلنا هنجمع ايميلات، هنجمع ويب سايت، يعني مثلا كذا شركة كده هنقدم عليها ونجمع الويب سايت بتاعها دوت. هتجمع الايميلات دي كلها والمعلومات دي كلها واللابتوب بتاعك. لما تيجي هنا، انا حصل معايا ايه من اول اسبوع، والله تالت يوم، مش هقول اسبوع، تالت يوم، جالي ايميل من فندق، كان فندق واحد، انا كنت جايب الايميل بتاعهم من على جوجل، يعني لقيته على جوجل، كتبت وظائف في الامارات ورحت لقيت الايميل على جوجل. فيه هتلاقي شركات عامله كده، شركات نصب، بس انا قدرت اوصل لبعض الايميلات عن طريق جوجل والبحث عامه على السوشيال ميديا. فبعد 3 ايام في الامارات، انا اول يوم طلعت رحت برج خليفه، ودلعت على نفسي واتعشيت بره وكلام جميل. جيت تاني يوم بقى، هديت وروقت على نفسي، فتحت التليفون بتاعي، ما كانش معايا لابتوب، ودي غلطة أنا غلطتها. فتحت الداتا بتاعتي، لقيت الايميل دوت، بعت كذا ايميل، حوالي 10 ايميلات. انا بقول لك ابعت 30 ايميل في اليوم. فبعد ما بقى بدات ابعت ايميلات وبعت للفندق دوت، بعد تالت يوم بعتوا لي ايميل، قالوا لي ان احنا عايزينك في انترفيو. بعت لهم انا ايميل، رديت عليهم على طول، قلت لهم اوكي انا موافق. وراح بعتوا لي هم ايميل تاني، قالوا لي الانترفيو بتاعك يوم 16 واحد 2024. انا كنت داخل الامارات 17، او سافرت من مصر 17، يعني الانترفيو بتاعي كان بعد 6 ايام. في ناس بتفضل هنا تحاول بال20 30 يوم عشان خاطر تلاقي انترفيو واحد، بس انا لقيت الانترفيو ده ليه؟ عشان انا معايا داتا، وبعت لاكتر من شركه وبعت لاكتر من اوتيل، ففي واحد منهم رد عليا. فتخيل انت مثلا بعت 50 60 ايميل، في اكيد واحد هيرجع لك، بس انت جاي من مصر معكاش حتى داتا لفندق واحد، مش عارف انت هتروح فين اصلا. بالنسبة للسي في بتاعك، السي في بتاعك لازم تجهزه من مصر. انت في منصب، انا بحاول ابسط او سامحوني، بحاول الاقي الكلمات البسيطة. منصب البوزيشن بتاعك مثلا سوبرفايزر، منصب اشرافي يعني. فانت هتيجي هنا، هتروح مثلا على شركة جوميرا اللي هي شركة توب هوسبيتاليتي، هتحط الابليكيشن بتاعك. هم مش عايزين ياخدوا سوبرفايزر من بره، حتى لو هم حاطين يعني حاطين البوزيشن دوت اونلاين، فاتحين التقديمات، بيحاولوا يشوفوا حد عنده كواليفيكيشن يستاهل ان يجي من بره جوميرا. فانت جاي من مصر، فاكيد الناس اللي موجوده في جوميرا نفسها افضل منك. ممكن واحد يكون جاي من جوميرا تانية، من نفس الشركه بس من اوتيل تاني، يعني مثلا هنقول مثلا ان برج العرب، ففي واحد جاي من برج العرب رايح
ده هياخدها منك. فانت اعمل برضو السي في بتاعك، لو انت في منصب اشرافي حط اعمل سي في انتري ليفل، اللي هو المستوى الاول. يعني انت مثلا منصب اشرافي بتاعك سوبرفايزر في المكاتب الاماميه في الفرونت اوفيس، او شيفت ليدر، رئيس شيفت ورئيس ورديه، فهتعمل سي في جي اس اي او ريسبشنست، علشان خاطر انت اصلا لو دخلت الشركه ديت انت تثبت نفسك وتتقدم فيها. انت مش محتاج ان انت ما الشركات دي ما بتاخدش بوزيشن من بره، بتاخد بس حالات نادره، يعني تنزل تلف على الفنادق. ايوه، انزل لف على الفنادق، بس ما تلفش على الفنادق اللي هي قلنا تبع شركات، عشان ياخدوا السي في بتاعك ويرموه اكنك ما عملتش اي حاجه. فكره ان انت تجمع داتا علشان خاطر تقدم بيها هنا، الموضوع ده هيساعدك جدا. علشان خاطر انت لما تيجي هنا، هقول لك بقى تجربتي، انا واحد جيت من مصر. انت لو مستلف فلوس هتضغط نفسك جدا. انا مثلا جيت بمبلغ، المبلغ ده بتاعي انا، ما استلفتش من حد فلوس، فانا قاعد مطمن ومرتاح. رقم واحد، معايا الداتا ديت اللي انا اقدم بيها، فانا بالتالي مش كل يوم قاعد بحسب، او بحسب بس مش بالضغط النفسي ان انت جاي مش معاك داتا. انت كل يوم بتقول انا بصرف فلوس. بمعنى اصح، انت يومك في مصر ما بيتخطاش ال 200 جنيه مثلا، يعني هنقول مثال. في ناس بقى بتصرف وفي ناس ما بتصرفش، فاحنا هنقول مثال بايجارك. لو انت راجل مستقل، لو انت مؤجر، فانت اكلك وشربك وايجارك، او مثلا قاعد في بيت اهلك وبتصرف بتخرج، فيومك بيعدي ب 200 جنيه. لو هتاكل او بتدخن ايا كان بقى، هنا يومك هيعدي مثلا من 80 ل 100 درهم، فيومك هنا بيعدي ب 1300 جنيه. فانت اثر على نفسك وجمع الداتا دي وانت في مصر. بتأثر المدة اللي انت هتشتغل فيها، وبتأثر المصاريف. تاني حاجة، انت جاي بفيزة سياحة شهرين، اعتقد ال3 شهور دي اتلغت، فانت كل يوم بتقول انا ما لقيتش شغل، وعدى يوم من فيزة السياحة بتاعتي، عدى يومين، عدى 3. اول ما توصل بقى ل 15 يوم ومعدي كده، هتلاقي نفسك نفسيا بتنزل وخايف وقلقان، ومش قادر تبعت حاجة، ومش قادر تدور اصلا، او بتدور وانت خايف، فمش مدي التركيز المناسب للمرحلة اللي انت فيها. مجال السياحة كبير، ولو قعدت اتكلم فيه مش هخلص عشان وقت الفيديو. كفاية معلومات لحد كده النهاردة بالنسبة للسياحة. بالنسبة للفنادق، علشان خاطر السياحة فيها طبعا إرشاد سياحي. بالنسبة للإرشاد السياحي ممكن طلعة واحدة ب700 درهم. بس الموضوع ده كبير وليه رخصة، وهكلمكم فيه بعدين للناس المرشدين بتوع مصر. حتى الناس اللغة العربية، يعني اللغة العربية بياخد فلوس حلوة هنا برضه. فكفاية قوي كده لحد النهاردة. هعمل لكم فيديوهات تاني إن شاء الله الأيام الجاية، هديكم معلومات أكتر. ادعمونا بالسبسكرايب وشغل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تحياتي لكم جميعا. السلوجان بتاعنا العريش تسلم وتعيش.